يا ربي، شنو هادشي اللي سمعت؟ كل هاد الوقت وأنا كنحسب ماما بريئة، واش بصح هي كانت مخبية علينا الحقيقة؟ يا ربي عطيني الصبر، حيت اللي سمعت ما كيتصدقش. لا، ما يمكنش نبقى ساكت، غادي ندخل ونواجه ماما وخاصها تجاوبني على كل شيء. اليوم خاصني نعرف الحقيقة كاملة مهما كانت صعيبة. إلا كانت ماما غلطات خاصها تتحمل المسؤولية. ماما، واش بصح هادشي اللي سمعت انت اللي خطفتي اختي ليلى وساكته وكتشوف بابا مسكين ما كينعش وانت ساكته؟ ادم خرج برا، هاد الهضره ماشي ديال الصغار، ماشي سوقك. ادم قلت لك خرج برا، ماشي سوقك. سوقي ماما، وإلا ما كانش سوقي بابا اللي غادي يجي يدوي معاك. خالتي زهره، الا سمحتي خرجي وخليني غير انا وماما، بغيت نهضر معاها بوحدها. منين كنت صغير كنت كنشوفك احسن ام في الدنيا، كنت كنقول لاي واحد ماما عمرها تظلم شي حد، ولكن منين بديت كنكبر بديت كنشوف الحقيقه، بديت كنشوف باللي انت قاسيه، ما كتخافيش من الله، وكنتي ديما كتعاملي اختي ليلى معامله خايبه، بحال الا ماشي بنت بابا، بحال الا جابها غير باش تخدم في الدار، والدار كامله كانت شاكه فيك. وعلاش؟ حيت نت الوحيده اللي عمرك ما بغيتي ليلى، وعمرك ما قلتي يمكن يكون شي حد اخر، ديما كنتي كتبقاي ساكته باش تبعدي الشك عليك. ادم راك ما فاهم والو. لا، دابا فهمت كل شي، سمعت الحقيقه من فمك وما بقى عندك ما تكذبي. ولدي الله يرضي عليك سمعني، ما تقربيش ماما. انا كنت كنفتخر بيك، واليوم خليتيني نحشم حتى نقول هادي ماما. اسمح لي. اسمح طلبيها من الله ومن ليلى اللي ظلمتيها. اما انا دابا غادي نمشي عند بابا وغادي نقول ليه كل كلمه سمعتها وخليه هو يقرر شنو يدير. ادم لا، ما تمشيش الله يرضي عليك. كنت كنتمنى نبقى كنقول ماما احسن ام، ولكن انت اللي ضيعتي هاد الصوره بيديك، والا بقيت ساك غادي نكون حتى انا شاركتك في الظلم. اسمح لي يا ولدي، انا غلطت، انا باقي كنبغيك حيت انتي ماما، ولكن ليلى حتى هي اختي وما نقدرش نسكت على هاد الظلم. عفاك ما تخلينيش بوحدي. سمحي لي يا ماما، ولكن بابا خاصو يعرف الحقيقه. ادم عفاك فكر قبل ما تهضر، راك غادي تزيد المشاكل بين باباك وماماك. اختي سلمى، واش شفتي بابا؟ لا ما شفتوش. واخا، شنو واقع؟ علاش ادم كيجري هكا؟ صافي، هادشي هو اللي كنتي باغيه توصل ليه. انا كنت مرتاحه في داري انا وولدي، رتي اللي عيطتي ليا وجبتيني لهنا، والله حتى ندمت على النهار اللي جيت فيه. شوفي دابا اش وقع بسببك، الا حسام عيط على البوليس شنو غادي نديرو؟ ولدي كريم غادي يضيع عليه المستقبل كامل، ويمكن حتى حنا ندخلو نكملو اللي بقى لينا في الحبس. شوفي فين وصلنا دابا، لا ولادنا غادي يبقاو مرتاحين لا حنا. الله ياخذ فيك الحق على هاد المصيبه. صافي زهره سكتي، هادشي كامل بسبب ليلى. من نهار دخلات لحياتنا وحنا لور مكرهت تكون قدامي، دابا كون قتلتها وتهنيت منها. دابا ما بقى عندنا حتى حل، خاصنا نهربوا قبل ما يوصل حسام ويعرف الحقيقه. يلا جمعي حوايجك، خاصنا نخرجوا دابا قبل ما يفوت الفوت. واخا يلا. سميره عيطي لولدي كريم، خاصو يعرف شنو وقع. ماشي دابا، اصلا حتى حد ما عارفين هو كريم من غير انا. السلام عليكم عمي مهدي، واش ما بانش ليك بابا؟ وعليكم السلام اودي ادم. باباك هاو مع الدوره، هو يوسف كيعلقوا صور ليلى. صافي عمي، شكرا بزاف. الله يفرجها عليهم لولدي. شكرا عمي. هاد كريم بدا كيخرج على كلامي بزاف، كنعطيه الفلوس وكنوجد ليه كلشي وهو كيختفي عليا بهاد الطريقه. الا كان كيحسب يقدر يهرب مني راه غلط. وزيد الا لقاو البوليس وشدوه حتى انا غادي نطيح معاه. ما يمكنش نخليه يخرب عليا كلشي بعد هاد السنوات، ولكن ها انا غاد ليه دابا. واش نساب لي داك البيت انا اللي عطيته ليه؟ انا عمرني ما عشت مع بنتي ليلى في دار وحده بحال اي ام وبنتها، فحال الا ولدتها غير باش تشوف العذاب من نهار تزادت. هالشي ماشي عيبك يا زينب. كل مره كنت كنقول غدا نصلح اللي فات وغادي نقرب منها اكثر، ولكن الغد ما عمرو جا ملي رجعت، وانا كنحلم غير نعوض على كل لحظه ضاعت منها ونقول ليها باللي كنبغيها، ولكن حتى هاد الفرصه ما كملات وخطفوها مني. يا ربي غير رجعها لي سالمه، وانا مستعده نعطيها عمري كامل ونبدا معاها حياه جديده. زينب عافاك ما تبقيش تلومي راسك بهاد القسوه، عارف باللي قلبك موجوع وعارف باللي كاينين لحظات كتمنيتي ترجعي للور باش تصلحي كلشي، ولكن دابا خاصك تبقي قويه على ود ليلى. ليلى ما محتاجاش ماماها غير كتبكي، محتاجاها تلقاها وقفه وتقاتل عليها. وانا عارف باللي في داخلك كاينه واحد الام اللي باغا غير تضرع بنتها وتقول لها اسمحي لي. غاديش نخليك بوحدك في هاد الطريق، غادي نبقى معاك حتى نلقاوها ونرجعوها لحضنك. ثيقي فيا زينب، ليلى غادي ترجع وغادي يجي نهار تعوضيها على كل لحظه دازت بعيده عليك. شكرا لك يا ربي، غير سمعني شي خبر يفرحني، رجع لي يا بنتي ليلى سالمه. بابا ادم شنو وقع وليدي؟ علاش جاي كتجري هكا؟ بابا انا عرفت ختي ليلى فين هي. شنو قلتي؟ فين هي؟ دوي دغيا وليدي، فين هي ليلى؟ بابا
سمعني مزيان، انا عرفت شنو وقع لاختي ليلى. كنت هابط من الدروج، كنت غادي نلعب مع خوتي في الزنقه، وانا نازل سمعت خالتي زهره كتغوت على ماما. كانت كتقول ليها سميره هضري بزربه. فين هي ليلى وكريم فين مشاو؟ وانا ملي سمعت هكا بقيت كنتصنت مور الباب. سمعت ماما كتقول ليها هي وكريم اتفقوا وخطفوا ليلى، وان ليلى راه مخبيه مع كريم. وسمعت حتى كتقول بلي هي اللي عارفه فين مخبيها كريم، وهي اللي كانت مخبيه عنا هذا الوقت كامل. شنو كتقول يا ادم؟ بابا انا ملي سمعت هذا الكلام ما بقيتش عارف شنو ندير، جريت عندكم بلا حتى ما نوقف، حيت عرفت بلي كل دقيقه كدوز على اختي ليلى راه خطيره. هادشي اللي كان خاصك دير لولدي، جيتي لعندي وقلتي لي الحقيقه، وهادشي كيوريني بلي راك راجل وما خفتيش تقول الحق. انا من الاول كنت شاكت في سميره، ولكن ما كان عندي حتى دليل. الحمد لله ربي بلينا وجهها الحقيقي قبل ما يضيع الوقت اكثر. ادم دار اللي خاصو يدير، الحقيقه مهما كانت مره خاصها تخرج. دابا ما بقاش عندنا الوقت نبقاو ساكتين. انا متاكد بلي البوليس الا عرف هذه المعلومات غادي يتحرك بسرعه، ويمكن نلقاو ليلى قبل ما يوقع ليها شي حاجه. حسام خاصنا نعيطوا لزينب. عندك الصح، خاصها تعرف بلي الحمد لله الحقيقه بانت. راه هذا الخبر غادي يفرحها شويه، ويمكن حتى هي تقدر تعاوننا ونربطوا الخيوط اللي باقيين ناقصين. زينب هذا يوسف كيتصل. رد عليه بزربه، يمكن يكون عنده شي خبر على ليلى. السلام عليكم يوسف. وعليكم السلام عمر، كيف دايره زينب؟ حالتها صعيبه بزاف، من نهار اختفت ليلى وهي منهاره، الله يشافيها. عمر عيطت ليك حيت عندنا خبر مهم. شنو هو؟ ادم سمع سميره وهي كتعترف بكل شيء قدام زهره، عرفنا شكون كان مور هاد المصيبه. اش كتقول سميره؟ وحسام دابا غادي يبلغ البوليس بكل شيء، هاد المره عندنا دليل. الحمد لله الحمد لله. شنو قال؟ يوسف كيقول عرفوا الحقيقه وسميره انكشفات. الحمد لله، كنت عارفه ربي ما غاديش يضيع حق بنتي. باقي خاصنا نلقاو ليلى، ولكن ان شاء الله هاد البدايه ديال النهايه. صافي اودي يوسف، ها حنا جايين دابا، غادي نتلاقاو ونكملوا البحث. السلام عليكم، شكون اللي عطانا هاد المعلومات؟ ولدي ادم سمع كل شيء بودنيه وجا خبرني قبيله. واش انت متاكد من اللي سمعتي؟ إيه اسيدي متاكد 100%. سمعت ماما وهي كتعترف لخالتي زهره بكل شيء. الا كان هاد الكلام سطيح راه الوقت ما بقاش في صالحنا. لهاد السبع عيطنا لكم بالزربه حيت خفنا يهربوا قبل ما توصلوا. درتو مزيان، دابا غادي نمشيو مباشره للدار، واذا لقيناهم غادي يتشدوا، واذا هربوا غادي نعموا البحث عليهم. بغيت بنتي ترجع ليا سالمه، والباقي القانون هو اللي يتكلف به ان شاء الله، ولكن خاصنا نتحركوا دابا، ما عندناش دقيقه نضيعوها. يلا نتوكلوا على الله، يلا تحركوا معايا. شكرا بزاف على دعمكم وتعليقكم الزوينه، والله كتفرحوني بزاف. الحلقه جايه غادي تكون من اقوى الحلقات، وغادي توقع فيها مفاجات ما غاديش تتوقعوها نهائيا. واش غادي يجدوا سميره؟ واش غادي يلقاو ليلى؟ وشنو غادي يوقع لكريم؟ الا بغيتوا تعرفوا الجواب ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وسبسكرايب باش توصلكم الحلقه الجديده.